السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. ربنا يا رب يكرمنا جميعا ويكون العيد عيد خير وبركة، وينعاد علينا الأيام بخير يا رب. وربنا يديك الصحة ويديك العافية يا رب آمين يا رب العالمين. طبعا كلنا بنبقى مطحونين. أنا عارفة إن أنا ببقى بغيب عنكم وبرجع وبغيب وبرجع، بس ده بجد بجد بيبقى غصب عني أوي. بيحصل كده ضربات معانا في الحياة طبعا، معايا ومعاكي ومعانا كلنا. فعارفة انت بيجيلك ان انت مش مالكيش نفس ان انت تعملي اي حاجة، مالكيش نفس ان انت توضبي حاجة، مالكيش نفس ان انت تروقي ولا تصوري ولا تعملي. مع ان انا بحب جدا موضوع التصوير ده، بياخدني كده في حتة تانية خالص، بحس ان انا بفصل او بعمل حاجة انا بحبها. ان انا بجد التصوير او ان انا اقعد اصور واشجعك واخلي واعمل حاجه واقولك ده انا عملت كذا، ويلا قومي تشطري كده وربنا يقويكي ويديكي الصحه واعملي زيي ومش عارف ايه. فدي حاجه بجد انا حباها، انا حباها بجد. فلما ببعد بيكون غصب عني، ببقى بجد في موقف وحش، ببقى متضايقه مخنوقه، بفصل مع اني انا مش عايزه افصل، انا ببقى حابه ان انا اكمل وعايزه الموضوع ده ياخدني كده ويسرح بيا عشان خاطر ايه، ما افضلش في الدوامه اللي انا ببقى فيها دي. بس بيبقى طبعا غصب عني، دي حاجه كده غصب عني. انا ده بوريكي النيش ده كده بعد ما اتعمل. هقول لك بقى على طريقه حلوه قوي، ما خدش معايا وقت، ما خدش معايا ما عملش معايا مجهود. عملت كل حاجه كده بصي بتأني وحلو وبالراحه، وحاجه حاجه كده عملتها. وتعالى اقول لك انا عملت ايه واخليكي ازاي تعمليه بسرعه وما ياخدش معاكي ولا مجهود ولا وقت. بصي انا نزلت جبت ترابيزه جنبي بحيث ان انا ما وطيش ولا اعمل اي حاجه، وجبت رحت جايبه ترابيزه جنبي وبنزل رف رف. كنت مظبطه النيش ده. انا بظبطه من العيد للعيد، في العيد الكبير بس مش في العيد الصغير. وهقول لك وجهة نظري انا بعمله في العيد الكبير ليه مش في العيد الصغير. طبعا يعني اهم حاجه ان احنا في العيد الصغير بيبقى فيه دهبكه كتير، وفي بنبقى خارجين من رمضان والموضوع بيبقى مهلك جدا في رمضان وكده. فبخليه لمرحله تانية عادي يعني. طبعا في العيد الصغير كنت بتغسلي سجاجيد وبتغسلي ستاير وبتغسلي حيطان وبنعمل حاجات كتير قوي. زائد ان انت لو الشتا خلص عندك فبتغسلي بطاطين، فالموضوع بيبقى مهلك. انما بخليه للشتا. هقول لك ليه دلوقتي يا ست الكل. المهم معايا ترابيزه، طبعا مش بجيب بقى جراد الميه واجيب طشت في ميه واجيب جردل فيه ميه، مفيش الكلام ده. بجيب فوطين، الفوط دي بتبقى صغنونه كده في ايدك، ما بتبقاش تقيله ولا اي حاجه. هو انا بصراحه اللي خلاني غيرته ان انا شفت شكل فرش للنيش عجبني قوي قوي قوي، فقلت انا نفسي اغير النيش. ما اعرفش هي ضربت في دماغي ان انا اجيب فرش جديد واغير النيش ويغير شكله. بس بصراحه ما ندمتش على حاجه زي دي، والفرش بصراحه جميل. بصي وانا النور هنا معاكس، بس تقريبا انت شفتيه تقريبا في اول الفيديو، يعني انت لو ما خدتيش بالك في اول الفيديو ارجعي له تاني، هتلاقي شكله حلو قوي ونطق النيش جدا 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 جدا. طبعا عندي الازاز ما كانش نظيف، يعني هنا طبعا الازاز كده ما كانش نظيف، كان ملحوس. والنيش عندي محطوط جنب شباك، فالموضوع عارفه انتي فيه تراب دايما. المهم انا ما حبيتش ان انا انزل الرف كله واقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لان انا لسه عاملاه من قريب. بس عملت برضو حاجه تانية، خليت اللي كان في النص على الطرف واللي في الطرف خليته في النص. فاهمه وجهه نظري؟ اللي هو يعني ايه، ما عشان الموضوع برضو ما يبقاش مالك عليا قوي. والفوطه دي بتخلي بجد بجد بامانه، بتخلي كده الازاز حلو، ما بتخلوش مجير بقى. لو حطينا مثلا تيشت وحطيت فيه شويه اريال ولا حطيت فيه شويه داوني او اي معطر ولا حاجه، كل ده بيجار الازاز، كل ده بيخلي الازاز يجاير معاكي. ولا بقى ترشي اي حاجه للازاز ولا اي حاجه، فوطه ناشفه فقط لا غير. فوطه كده بس صغنونه، بس ما تكونش كبيره بحيث ان تخش معاكي في قلب الكاس وتلمعي الكاس كده من اوله لاخره، وتلاقي الدنيا ايه، تلاقي الدنيا ظبطت معاكي. بس انا ابتديت النيش دوت يعني تقريبا من يومين. هنزل لك الفيديو ده بعد يومين كده ولا حاجه. ابتديت فيه، قلت مش هعمل اي حاجه في الشقه غير لما اخلص النيش. طبعا النيش لازم ياخد مننا وقت لازم يعني، بس هو الحمد لله الحمد لله الطريقه اللي انا عملت بيها دي بصراحه ما خدش معايا وقت، ما خدش معايا مجهود. وحته بقى ان انا احط في ميه والحاجات دي، انا الاول كنت بعمل كده بصراحه، كنت بجيب ميه وطبق فيه ميه واحط شويه صابون صغننين خالص، وطبق تاني ما فيهوش اي حاجه خالص، هي ميه بس. واجيب من هنا واخرج هنا واحط الناحيه التانية، وبعد كده اروح فرشه حته فرشه او فرشه ملايه،
وبقلب الكاسات على وشها وكده في قلب الارض. كل ده مهلك، كل ده بياخد معايا مجهود وبياخد معايا وقت، وكان النيش ممكن يخلص معايا على يومين 3. مستحيل كنت اخلص النيش في ساعة زمن. يعني انا بكلمك دلوقتي انا من منتجاه اكيد مش هنزل لك الساعة كاملة، ينزلك مثلا في بتاع 20 دقيقة ولا حاجة واقل، يعني حسب ما همنتج الفيديو. بس حقيقي غير لما بحط المية وبحط حاجات وبتقعدي كتير وكده في قلب المية، والموضوع بجد بيبقى مهلك، فعلى ايه يعني. انما حتة الفوطة دي بتمسكه بجد بتخلي الكاس بيبرق، بتخليه ما يجيرش، بتديله لمعة حلوة، بيقلل معاكي مجهود، بيقلل معاكي وقت. ابتديت زي ما بقولك كده، انا ابتديت بالنيش، بس الحمد لله كنت السجاجيد بتاعتي كانت مغسولة كلها، البطاطين بتاعتي كانت مغسولة كلها. انا بصراحة يعني خلاص شلنا البطاطين، لا انا هغسلها كده واعطرها واروح جايبة اكياس واروح مطبقاها، وعايزه تشفطي الهواء اللي فيها اشفطي الهواء اللي فيها عشان ما ياخدش معاكي من مكان، ولمي كل ده. يعني انا كان عندي بطاطين امي الله يرحمها، الف رحمه عليها يا رب، يا رب بحق الايام المفترجه دي. ربنا يرحم امواتنا جميعا. ربنا ان كان ليكي اب ام اخ اخت اي حد عزيز على قلبك، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. ربنا يرحمنا ويرحمنا احنا كمان جميعا يا رب في الدنيا الصعبه دي. امين يا رب العالمين. عارفه ان الدنيا غاليه والاسعار غاليه وكل حاجه غاليه، بس الله يعينك والله يعين جوزك والله يعين اولادنا برضو، بجد جم في وقت يعني. انا فاكره ان الوقت ده ما كانش على ايامنا، يعني اللي احنا كنا بنطلبه كده او عيني كانت تشاور على حاجه ما كانتش بتتاخر، كان الموضوع سهل وسلس وكانت الحاجه بنقدر نجيبها. دلوقتي بجد احنا بنحارب عشان نجيب لعيالنا، في محاربه في الموضوع. فالموضوع بجد صعب قوي. موضوع الفاكهه برضو، بدل ما كنا بنجيب 3 4 انواع فاكهه، احنا دلوقتي بتجيبي نوع واحد بالعافيه، وبنقول معلش بس مش هنقطعها عشان خاطر اولادنا. وبدل ما كنت بتجيبي ب 2 كيلو 3 كيلو، انت بتقولي بس اجيب كيلو، بس العيال ياكلوا، بس نجيب كيلو كده وناكله، والمهم ان انا ما احرمهمش من حاجه. فاهمه قصدي؟ في حقيقه ربنا يعيننا، امين امين يا رب العالمين. بس وحياه حبيبك النبي لو وصلتي معايا لغايه هنا، يا ريت يعني بعد اذنك تعملي لي لايك، ده بعد اذن حضرتك يعني، وتعملي لي اشتراك في القناه عندي. والله بفرح بجد، ولو كومنت بسيط كده او صليتي على النبي في قلب كومنت والله بفرح، ولو لايك كده بسيط برضو. عارفه انت بتشجعيني لحاجه انا بحبها. انا بجد دي حاجه بحبها، ان انا اصور وان انا انزل حاجات كده ليكي، او ان انا اشجعك، او ان انا اقولك قومي يلا استعد كده واستعيني بالله وقولي يا رب وتوكلي عليك يا رب. حتى لو انت مش قادره، والله ربنا بيدينا الصحه، بيدينا بركه كده في يومك. ذكر ربنا لما بيتقال يا بجد. على فكره وانا مشغله كده، مشغله الصب جنبي ولبيك اللهم لبيك بقى، وعارفه انتي مبدعين انا وعيالي، بس مش في النيش. انا هنا بناتي ما كانوش واقفين جنبي. مستحيل ان انا اكون بعمل نيش او بعمل حاجه فيها ازاز ويكون حد فيهم واقف جنبي، مستحيل. يا هكسر النيش يا هكسر دماغه، حاجه من الاتنين بجد. ما هو بيبقى غصب عننا، وطبعا انت بتعمليه بحذر وبتخافي، وعايزه ترصي مظبوط وعايزه تنجزي وعايزه تخلصي، فلازم يكونوا نايمين. انا الموضوع ده كان الساعه 12 بالليل، دخلتهم نيمتهم ورحت بقى قايمه على النيش، قلت يلا بينا كده. بصي انا عايزه اوريكي ما بين الفرق ما بين الضرفه دي والضرفه دي. بصي هاجي بقى للضرفه اللي في النص دي، انا مش هنزل الاطباق كلها او مش هنزل الموضوع كله لسبب. انا الرفين اللي هم على الحرف اللي انا كنت شغاله فيه اللي هو الازاز دوت اللي هو الكوبايات والحاجات ديت، والناحيه التانيه برضو حطوا كوبايات، انما اللي في النص ده الاطباق كلها. طبعا انا في رمضان طول شهر رمضان بعمل حركه حلوه قوي، بستغل انا النص دوت. يعني انا مش من نوع بقى اني لا انا مش هقدم في الاطباق الصيني، انا شايله النيش، انا ما باجيش جنب النيش، انا ما بفتحش النيش، لا ما فيش الكلام ده. انا باجي طول رمضان اطلع الطقم ده مثلا مره، اطلع الطقم اللي فوق ده مره، اطلع مش عارف ايه مره، بنطلع السلاطين الصغننه دي للرز بلبن وللحاجات دي لو تعملي كنافه كده بالمانجا والحاجات دي. كل ده مشطوف عندي، كل ده نضيف الحمد لله. يعني حاجات بسيطه قوي اللي كنت برضو الفوطه في ايدي والمع على طول كده اول باول. بس الحمد لله استهلاكي ليه في رمضان خلاني ما خدتش وقت او عملت مجهود كبير. ودايما انا بعمل الموضوع ده. بصي انا عايز اعرفك ان الازاز من تحت اصلا نضيف، يعني هو الازاز نضيف يا دوبك، انا مشيت عليه الفوطه بس ماشيه كده عشان لو في تربايه صغننه في اي حاجه يبقى انا لمعت كله، يبقى كله متلمع. بصي الحاجه من فوق زي ما هي برضو، يعني لو هزق حاجه كده بالراحه، اشيل حاجه بالراحه، احط حاجه بالراحه،
الموضوع ما خدش معايا موضوع، بسبب ان انا زي ما بقولك ان انا بستهلك دايما الضرفه اللي في النص دي على طول في رمضان. هو ده بقى اللي بيخليني اركن النيش للعيد، اللي هو انا كده كده في النص يا دوبك همسح كده حاجات بسيطه، بس ايدي هتبقى على الطرفين، الطرف اللي هو على اليمين والطرف اللي هو على الشمال، او الحاجات اللي انا مش بستهلكها بمعنى صح. هو ده اللي بمسك ازاز وكده، وبمسك الحاجه واحده واحده، وحتى اللعب والتحف والحاجات دي بمسكها اشطفها، او ان انا امسحها بالفوطه او كده. بس الحقيقي الفوطه معايا كانت الحمد لله ان هي انجزت معايا الموضوع كتير. وزي ما قلت لك حبيت ابتدي بالنيش عشان خاطر انا عارفه ان هو مش هياخد معايا وقت ولا مجهود، ده الموضوع والله حقيقي حقيقي. يعني انا بقول لك خرجت الساعه 12، يعني قولي 12 وربع 12 ونص، كانت هي ساعه زمن. هو الموضوع كله كان معايا، الموضوع كله ساعه زمن. بصي الفرق ما بين ال الفرش الجديد والفرش القديم. على فكره الفرش القديم برضو ما رميتهوش، مخليه برضو هنحتاجه تاني، نحطه في النيش تاني. استهلكيه في اي حاجه، حطيه في المطبخ لو عندك ظرف كده باينه في قلب المطبخ. خليت برضو هعمل منه المطبخ، وهوريكي برضو انا هعمل فيه ايه، فكره برضو حلوه هوريها لك. بصي برضو هنا انا مش هنزل برضو الرف. انا السلاطين دي كلها كنت مستهلكاها في رمضان. السلاطين دي كلها كنا بنعمل بقى رز بلبن وكاستر والحاجات دي والكنافه والكلام ده كله، فكانت دايما ايدي فيها مره في الطقم ده ومره في الطقم ده، فعارفه انتي الحمد لله الموضوع نضيف. وحتى الاطباق اللي هي حطاها في الستاند بتاعها، او ان هي اللي هي في الظهر ضرفه النيش اللي هي الوقفه ديت، كل ده كنت مستهلكاه. وكل ده والسلاطين بتاعت الشوربه والحاجات دي. وكان الشتا موجود، كنت اجيب بقى نعمل العدس اللي هو العدس بشعريه، والعدس اللي هو بنفتيه والكلام ده، فكل ده كان متاخد. كل ده الحمد لله كان الموضوع قشطه كده من جوه. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. يا رب اجعله فضل عليا دايما كده، فضلك يكون علينا كده دايما، امين يا رب العالمين. ودايما بنحمدك على كل حاجه، وبنحمدك وبنشكرك على النعمه اللي احنا فيها. حمد ربنا وشكراه وراضيه على عيشتي، الف حمد وشكر ليك يا رب. عرفه داخل علينا، لازم نكون قلبنا صافي، مفيش حاجة في نفسنا لحد. الحمد لله يا رب. حتى لو انا زعلانة من حد او متضايقة من حد، لله بقى، لله. انا بعمل كل حاجة لله، انا اي حاجة بعملها لله، اي حاجة بعملها بجد. دايما بدخل ابويا وامي في الموضوع، واقول ايه، يلا عشان خاطر ابويا وامي، او صدقة رحمة ونور على ابويا وامي. لو بعمل حاجة، بعمل اي حاجة، عارفة انت، قولي يا رب لله كده، بعمله لله، ربنا بيعوض. والله العظيم بجد بجد. اسأليني انا بقى هنعوض ربنا. انا بحمد ربنا قوي 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 لما بكون زعلانة. حقيقي ربنا بيكبر خاطري، ربنا بصي بلاقيه كده بيساعدني من اقل حاجه وبيفرحني، والاقي هوب كده الموضوع اتبدل، الحاجه اتبدلت، او الزعل اتبدل، او الحزن وكل حاجه جوايا كده بتتبدل. يا بجد على الراحه النفسيه اللي انا ببقى فيها بجد لما ربنا بيعوضني كده عن حاجه انا متضايقه منها او انا زعلانه منها. قولي يا رب كده دايما دايما، قولي يا رب دايما، قولي عوض عليك يا رب. لو حاجه ضاعت منك اطلبي ربنا، يعني ما تتكسفيش ان انت تطلبي العوض من ربنا. يا رب عوضني عن الحاجه ديت، يا رب عوضني عن الحاجه ديت يا رب. والله العظيم ربنا هيستجاب منك وهيعوضك، وحياة ربنا. ربنا ده كريم قوي، ربنا ده كبير قوي، ربنا ده عطوف وحنين. يعني انا اكيد اكيد انا مش هقولك ربنا ده ايه، بس بجد انا يعني بحاول اقولك حاجات كده من اللي ربنا بيعملها لي. يعني الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب العالمين. كنت هنا خلصت النيش وغسلت الحمام عزكم الله، مسكت حيطان الحمام. بصي مسكت بعمل ايه بقى انا لما في حيطان الحمام دي. انا كنت فاكره برضو ان انا اقول لك، لو مثلا بتغسلي حاجات في البانيو وبتطلعيها من البانيو عشان تشطفي بقى، انت طبعا سادة البانيو، فبجيب بقى المقشه، او بتجيبي اي سلكه او اي حاجه اربطيها على المساحه، وامسكي من الصابون اللي هو بتاع البطاطين، او الصابون بتاع الكبرتات، او الصابون بتاع الستاير، او ايا كان الصابون دوت. طبعا هنرميه، بس استهلكي الصابون والاريال والحاجه اللي هي في قلب البانيو او في قلب الطشت الكبير بتاعك ده، وامسكي وادعكي بيها حيطان الحمام. تخلي معاكي الحمام ده قشطه 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 قشطه. كنت بعمل الستاير البيضه، الستاير البيضه اللي هي بتاعت الركنه. نزلت الستاير البيضه بس، ما نزلتش الستاير كلها برضه عشان ما اكدبش عليكي، ايه الستاير البيضه بس. ما بين كل كده 3 شهور بروح منزلها شطفها طبعا عشان التراب، وتدينا زهوه كده حلوه، وتدينا بياض حلو. فكنت بغسلهم في قلب البانيو، وكنت حاطه شويه اريال، وحاطه شويه ديتول، وحاطه بصي شويه حاجات كده عشان تخلي الموضوع
يزازع معايا. وبعد ما طلعتهم ورحت بقى ماسكه معايا المقشه ودب دب 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 مسكت الحيطان بتاعه الحمام، خليت الحمام عندي اعزكم الله طبعا الحمام عندي بيبرق. اللي هو يعني ايه، هاجي مثلا ساعة ما افنش الشقة كده حاجات من على الوش، اللي هو اللي بغسل البانيو وبغسل الحوض تاني، بلمع الأرضية، يعني بعمل حاجات بسيطة كده في قلب الحمام. لكن حيطانه الحمد لله. وبرده دي انا قلت فكرة اعرفها لك، طبعا في ناس كتير بتعمل كده بعد ما بتغسل البطاطين او اي حاجة في الطشت او البانيو او ايا كان في الأروانة او ايا كان، يعني بتستغل الاريال والصابون ده وتغسل بيه الحيطان بقى من فوق. المقشة تجيب معاكي بصي من السقف من السقف للأرض. فاعملي معايا اعملي كده يعني. بصي انا عايزه اقول لك ان النيش ما خدش، بصي ما خدش وقت. ابتديت اللي هو شويه التحف شويه اللعب، اللي هو انا ابتديت ان انا ارصها. ما عملتش مجهود كبير. حطي دايما ترابيزه جنبك، ما تحطيش الحاجه في الارض، ما تقعديش تتقامي وتقومي وتقامي وتوطي وتقامي وتوطي بجد. الموضوع لمولك وضهرك هيوجعك. يعني انا برضو بقولك نصيحتي، موضوع ان يكون في ترابيزه جنبك دي بطول ايدك. اللي هو انا باخد من النيش بحط كده بحط على الترابيزه بطول ايدي، علشان ما يبقاش مش في الاخر تقولي يا لهوي ظهري وجعني ولا وسطي اتقطم او انا تعبت او انا هلكت. لا، يعني واحده واحده برضو على مهلي. انا بصي انا عايزه اعرفك ان انا كده كنت خلصت كده الضرفتين اللي في النص. خلصت الضرفه اللي هي على الحرف اللي هي التانية. دي اخر ضرفه، دي اخر ضرفه اللي هي جنب الشباك على طول. ف هبتدي برضو انزلهم وانزل اللعب والتحف والحاجات دي. وابتدي بصي انا عايزه اقول لك ان الازاز كان مجير، والشكل بتاع الفرش بصي ما بين الضرفه اللي جنبي دي وما بين الضرفه اللي انا شغاله فيها دي. بجد الموضوع حقيقي انا حاسه ان الموضوع فرق كتير في النيش، حاسه ان الموضوع الحمد لله يعني تمام. بصي انا عندي الكوبايات ديت، الكوبايات دي منها كبير وصغير، بس انا بحب حطيتها كده اللي ايه، حطيت كوبايه عكس كوبايه بحيث ان هي تديني بصي مقام كوبايه كبيره كده وشكل جديد يعني او طريقه جديده. ده دي الكوبايات اللي هي عامله زي القاعده بتاعتها ببزبزه كده، او تحس ان هي فيها بزابيس كده من تحت يعني. فالطريقه يعني تغيير في الشكل مش اكتر ولا اقل بس. آه كنت عايزه اقول حاجه تاني انا نسيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. تنسيش تحطي لي لايك ده بعد اذن حضرتك. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، امين يا رب العالمين. وربنا مع الثانويه العامه، ندعي بالله عليكم للثانويه العامه. ربنا يا رب. انا عندنا كده بتاع 4 في العيله ثانويه عامه، 2 من عيله جوزي واتنين من عيلتي انا. فربنا معاهم جميعا يا رب العالمين. ربنا معاك يا استاذ فارس، يا باش مهندس فارس. ربنا معاك امين يا رب العالمين. ربنا معاك يا هيما ابراهيم حبيب قلبي. ربنا معاك يا رب، واشوفكم دايما انتوا الاتنين كده من الاوائل والناجحين. وربنا معاك يا يوسف يا حبيب قلبي. دول بقى من ناحيتي. يوسف وفي ملك برضو دي من ناحية جوزي. فربنا معاهم. ربنا مع بتوع الثانوية العامة كلهم، مش بدعي لحد وحد لا. يا رب يا رب ربنا يجعل الصعب سهل في ايديكم. ربنا يا رب يسهل لكم اموركم ويسهل لكم الامتحان كده. يا رب تبقوا من الاوائل كلكم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب كده يجعلكم مجبورين الخاطر، تخرجوا كده من كل امتحان مجبورين الخاطر. طبعا امتحاناتهم بعد العيد بيومين مباشرة، يعني هو بعد العيد على طول. الناس دي ما عندهاش عيد. الناس دي بجد ان انا كل ما بكلم حد ما بيروقش ما بيعملش حاجة للعيد، هم قاعدين ما ينفعش يدربكوا ولا يعملوا اي حاجة، عشان بجد الموضوع المذاكرة، الموضوع المذاكرة ده تقيل قوي بجد. انا معايا واحدة هتخش اولى ابتدائي، انا بلطم واولى ابتدائي، ما بالك بقى بتوع الثانويه العامه دول هيعملوا ايه بجد. الله يكون في عونهم بجد. فربنا معاهم يا رب جميعا. ربنا مع اولادك اللي امتحنوا ولسه مستنيين الشهاده. ربنا يكبر خاطر يكبر خاطرك بيهم. ربنا يسعدك بيهم، ربنا يسعد اولادك يا رب. ربنا يفرحك كده باولادك. ربنا يا رب يسعدنا جميعا. يا رب يا رب يا رب ربنا يفرج علينا يا رب. يوم عرفة ده يجي واحنا كلنا مجبورين خاطر يا رب. ما تعملوش حاجة يا جماعة يوم عرفة، ما تفرشيش. افرشي وخلصي حاجتك كلها دلوقتي في اليومين دول. بلاش بجد تعملي اي حاجة يوم عرفة. خلي يوم عرفة ده اللي هو ادعي 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 ادعي، اذكري الله. قولي الحمد لله الله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله واستغفر الله العظيم. بصي وادعي بقى، ادعي ربنا يستجاب دعائك يا رب. ربنا يستجاب بكل حاجه انت نفسك فيها. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه. ربنا يا رب يرزقك لو انت مش متجوزه، ربنا يرزقك بزوج صالح.
يا رب ربنا يراضي كل واحد باللي نفسه فيه، ربنا يفك كربك وكربي وكرب الناس كلها، ربنا يوسع عليكي، ربنا يكرمك، امين يا رب العالمين. امني ورايا ودايما ادعي ليكي ولغيرك، عشان ربنا تلاقي الملائكه بتقول ولك بالمثل. يعني انت كل ما تدعي لي او انا ادعي لك، الملائكه بجد والله العظيم هتقول لك ولك بالمثل، والملائكه يعني ايه تدعي لنا احسن. فربنا يا رب يكبر بخاطرنا، ربنا يسعدنا، ربنا يرضينا، ربنا يفرج علينا، ربنا يفك كربنا، ربنا يوسع علينا، يا رب يا رب يرزقنا بمال لا يعد ولا يسد، امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يجعل يبقى ليكي كده قصر في جنة، يا رب ربنا يكرمك كده بقصر في الجنة انا وانتي و... وأمة محمد أجمعين والناس كلها، يا رب آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يجمعنا كلنا على خير، وربنا يرزقنا وربنا يكرمنا. أنا طبعا طقم من التوزيع دول عندي في المطبخ، بس أنا مش محتاجاهم، وعندي طقم السكاكين ده برضو مش محتاجاه. فالحاجات اللي أنا مش محتاجاها في المطبخ بصراحة حطها في النيش، يعني لو أكيد هيبقى لها عوزة بعدين في عزومة، في الحاجات اللي انت مش عايزاها كده اركنيها على جنب. بس ما تنسيش تعملي لايك. شكرا يا حبيبة قلبي، ربنا يسعد قلوبكم.